قد قرأت عنه في الصحف أو شاهدته في فيلم وثائقي. أمام مناظرك النسخة الجديدة من عربة فوكس، اتفاق جزائري إماراتي ألماني أبرم في 15 مارس 2011 أخرج إلى النور مؤسسة راين ميتال الجزائر. حدد موقعها بالمنطقة الصناعية لعين سمارة في قسنطينة. المؤسسة ستعكف على إنتاج وتصنيع وتصدير عربة فوكس 2 من هنا من الجزائر. لا مجال للشك، العربة عسكرية شكلا ولونا ودورا، بها يقتحم الجيش الوطني الشعبي معترك التصنيع، سند آخر يعزز النسيج الصناعي في البلاد. حصص الشركاء في مؤسسة ران ميتال الجزائر تعكس هذا الحضور. حسب قاعدة 49-51 تعد وزارة الدفاع الوطني أكبر المساهمين في المؤسسة. 34% من الأسهم يحوزها مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية الذي ينشط تحت وصاية مديرية الصناعات العسكرية. 17% تملكها الشركة الجزائرية لصناعة المحركات ذات العلامة الألمانية صفما، فيما يتقاسم الشركاء الأجانب 49% من الأسهم المتبقية. شركة آبار الاستثمار الإماراتي 24.5%، فرع مجموعة فيروشتال الألمانية المختص في بناء المصانع 19.5%، شركة راين ميتال الدفاعية الألمانية 5%. مشروع متعدد الأطراف، حدود أهدافه لا تقف عند تطوير عربة فوكس 2. هنا يرسم مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية 3 دوائر على التماس ببعضها: نقل المعرفة التكنولوجية الألمانية في مجالي الدفاع والهندسة، توفير أدوات الإنتاج المتوافقة مع التكنولوجيا المختارة، التركيز على التكوين المستمر للمهندسين والتقنيين خلال كل أطوار الإنتاج. نقاط تماس هذه الدوائر تشكل القيم المضافة التي تخطط مديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني تجسيدها عبر هذه الشراكة الاستراتيجية. القيمة المضافة هي طبعا نقل المعرفة هذه التكنولوجيا العالية إلى الجزائر، وراح يتحملوها أيادي جزائرية، راح يتحملوها شبان جزائريين اللي تكونوا في مراكز جزائرية وفي معاهد جزائرية وفي جامعات جزائرية. التكوين المتواصل لهذا الفرد الجزائري، لهذا الشاب الجزائري اللي احنا اليوم نعولوا عليه كركن من أركان هذا الإنتاج وهذا التصنيع. حين يقلع مصنع راين ميتال الجزائر في منتصف عام 2015 حدد سقف إنتاجه السنوي ب120 عربة من طراز فوكس 2، موجهة لسد احتياجات قوات الجيش الوطني الشعبي قبل المرور إلى التصدير. خطوة تعبد طريق التنمية باستقطاب اليد العاملة من خريجي جامعة قسنطينة ومراكز التكوين بالولاية. حتى الآن توظف المؤسسة حوالي 1000 عامل من مهندسين وتقنيين وإداريين. التوظيف غير المباشر سيمتص مزيدا من البطالة بالمنطقة. كيف ذلك؟ مديرية الصناعات العسكرية تطمح لتحقيق اندماج استراتيجي نسبته 30% خلال السنوات ال5 القادمة. خلالها سيفتح باب المناولة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوفير قطع الغيار بمواصفات دولية. نظام المناولة هذا يشجع انخراط الشركات المختصة في تصنيع المحركات، كما هو الحل مع الشركة الجزائرية لصناعة المحركات ذات العلامة الألمانية صفما التي توفر محركات فوكس 2. في رؤية بعيدة المدى يعول الجانب الجزائري على التكوين المستمر لليد العاملة، تكوين يواكب التطور التكنولوجي لدى راين ميتال الألمانية. النواة الأولى للمشروع تشكلت من 220 مهندسا خضعوا لدورة تكوينية مكثفة بألمانيا وصلت إلى سنة كاملة. على عاتق هؤلاء مهمة نقل المعرفة والخبرة المكتسبة إلى بقية العاملين. لهذه المدرعة المدولبة السداسية الدفع تاريخ لا يروى كثيرا. فوكس عربة برمائية متعددة المهام، شكلا
يمتد طول عربة فوكس 2 من 7 إلى 9 أمتار، وتزن ما بين 20 إلى 24 طنا. السرية تحيط تفاصيل تطوير الجيل الثاني من فوكس، لكن أحد مفاتيح مصنع راين ميتال الجزائر التركيز على هيكل العربة. نظام التصفيح المزدوج يوفر للعربة درجة عالية من الحماية. سمك هيكلها لا يتأثر بانفجارات الألغام الأرضية والعبوة الناسفة. لتثبيت أي قطعة في مكانها، الجهد والتركيز من المتطلبات. تسمح العجلة الست للعربة بتجاوز عوائق الطريق الصعبة كالصخور والمطبات، كما صممت إطارات عجلة فوكس 2 لتقاوم مختلف الانفجارات، وإذا ما انفجرت فيمكنها أن تسير لمسافة 20 كيلومترا. أي محرك سيدفع عربة مصفحة الهيكل كهذه، أو بالأحرى 24 طنا؟ إنه هذا المحرك، محرك MTU الألماني الذي ينتج قريبا من هنا بمصنع بوادي حميمين. قوته 460 حصانا، سرعته القصوى على الطريق 120 كيلومتر في الساعة. يتعاون هذا الفريق لوضع المحرك في مكانه المخصص، عملية تحتاج إلى تنسيق ودقة، فهامش الخطأ محدود. في الوقت ذاته يعكف فريق آخر على تثبيت لوحة القيادة بما فيها. عملية التركيب تتم على 8 مراحل. المرحلة الأولى هي تركيب ليزاكس مع ليرو، ومن بعد يتقدم الفوكس تدريجيا، وكل ما يتقدم المرحلة هناك في كل مرحلة ماتريال اللي نقوم بتركيبه. كل مرحلة عندها ماتريال خاص بها اللي تركب فيها. عملية التركيب تحتاج إلى دقة ومهارة عالية حسب المعايير الألمانية. لهذا يجب على العامل هنا أن يكون يحرص دائما على التركيب بدقة ومهارة. سطح العربة يمكن أن يحمل مختلف منظومات الأسلحة أو جهاز التقاط الإشارة. هذه مقصورة المدرعة تم توسيعها لتتحول إلى حاملة ل9 جنود، هم على اتصال دائم بقائد العربة. في هذا الركن تتم عملية مراقبة وتحديد الأهداف. نظام إلكتروني متقدم يعتمد على كاميرات تتحرك على مدار 360 درجة، كاميرات تتعقب أهدافها بوضوح. أما غشاوة الظلام فيزيلها نظام الرؤية الليلية الخاص بالعربة. في هذه المرحلة الدور اللي نقوم به هو المراقبة التقنية للكاميرا التي توجد على سطح العربة. في حالة ما إذا يكون بعض الخلل لك نكون قد وصلنا للخلل هذا ونصلحوه إن شاء الله ونراقبوها مليح في حالة العمل جيد أو لا. نقلت عربة فوكس 2 المصنعة هنا إلى الصحراء للتجريب المتكرر طيلة أسبوع، عملية تقييم ومتابعة لقدرات وفعالية المدرعة ميدانيا. هذا المشروع يضمن بنية تحتية تدعم هذا القطب الصناعي للميكانيكي في الجزائر، إذ يجد هذا المجسم إسقاطاته على أرض الواقع. هذه الأشغال تسابق الزمن، إذ حددت فترة ما بين أفريل وماي 2015 ليكون المصنع جاهزا للإنتاج والتصنيع الفعلي. بعدها يصبح لمؤسسة راين ميتال الجزائر عنوان واضح. صدفة ظهر أمامنا هذا الثعلب حوالي المصنع الجديد.
بصعوبة التقطته الكاميرا. ثعلب أم فوكس، بلسان عربي أم ألماني، المهم أن الثعالب تجد أصحابها ولو كانت من حديد.